سورة في القرآن الكريم هي أحب سورة إلى الله تعالى. روى النسائي في السنن الكبرى وابن حبان في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله اقرأني من سورة يوسف أو سورة هود. قال: يا عقبة اقرأ بقل أعوذ برب الفلق، فإنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل وأبلغ عنده منها، فإن استطعت ألا تفوتك فافعل. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آيات لم ير مثلهن، قل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وسورة الفلق من السور التي جاءت السنة بتخصيص قراءتها في أوقات عدة في اليوم والليلة، كعقب الصلوات المكتوبة وعند النوم وفي الصباح وفي الرقية، فقراءتها في هذه المواطن مشروعة، وكذلك في كل وقت من غير التزام بتخصيص معين لم يرد به نص من الوحي، والله تعالى أعلم.